ده الفيديو الخامس لسلسلة الليبيديما، والحقيقة في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن الخطوات الأولى لعلاج الليبيديما. أول خطوة وأهم خطوة هي البيشنت إديوكيشن. يعني إيه البيشنت إديوكيشن؟ يعني أنا بعلم العيانة إزاي تعامل مع هذه الحالة. أعلمها إزاي؟ أول حاجة إن أنا بديها الجايد لاينز، أديها لها بطريقة مبسطة وأشرحها لها بطريقة مبسطة عشان هي تفهم الصورة ككل. نمرة 2، بعمل لها حاجة اسمها البيشنت سبورت جروب، يعني العيانين السابقين أو العيانات السابقات تحت إشرافي الطبي بخليهم يعملوا جروب مع بعض ويتكلموا مع بعض ويعلموا بعض ويستفيدوا من خبرات بعض. طبعا الجروب ده بيبقى تحت إشرافي عشان مفيش حد بيطلع يعني بره المضمار. ثالث حاجة طبعا بنبتدي بالتدريج في علاج الليبيديما، بنغير اللايف ستايل، بندخل الرياضة. ساعات في الكيتو دايت بيدينا بعض التحسن، مش تحسن كبير ولكن بعض التحسن. بنستخدم كومبريشن جارمنتس، ليها ويب سايت مخصوص هو ده اسمه إلاستوبلاستيك، وده بيعملوا جارمنتس للليبيديما مخصوص. وانصحكم تعرف على الويب سايت ده الليبيديما.co.uk. ده ويب سايت ممتاز، في معلومات كتير عن الليبيديما وفي الجايد لاينز بتاعه الليبيديما. اخر حاجه وهي الجراحه، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله كعلاج اخير في المراحل المتاخره للليبيديما. معاكم الدكتور احمد عبد الجواد، كونسلتنت بلاستيك سيرجن، نورث ويست اوف انجلاند.